السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. قبل ما نبدأ نقول اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا احنا هنعمل رز بلبن مع بعض. دي المكونات. ادي كوباية رز وادي كوباية تانية. كوبايتين من الرز ومعانا كيلو سكر حسب بقى، يعني معانا سكر ابيض حسب السكر اللي انتي بتحبيه، ومعانا كيس بخيره، ومعانا لبن نيدو وكريم شانتيه، ومعانا فانيليا حسب ما انتي بتحبي تحطيه، ومعانا نشا، ومعانا لبن. بصوا يا جماعة، معانا 3 كيلو لبن. أنا بحب اللبن يكون كتير، يعني كوبايتين رز مش أكتر. حسب انت بقى الكمية اللي انت عايزة تعمليها ضعفيها، يعني مثلا أنا حاطة كوبايتين، انت عايزة تحطي 4. اللبن حسب ما انت بتحطي. ومعانا قشطة، ومعانا قشطة يا جماعة. بصوا القشطة دي أنا محوشاها من اللبن. بصوا بسم الله ما شاء الله، أنا محوشاها من اللبن. كل ما أجي أعمل مثلا رز بلبن، رز معمر، بسبوسة، أي حاجة بتبقى انت عايزة تعمليها. هنجيب الحلة ونبقى مع بعضنا خطوة بخطوة. بصوا يا جماعة، هنحط الرز ده مغسول. عايزة تنقعيه، أنا مبحبش أنقعه. هنحط كوبايتين الرز وهنفتح ايه، هنسويه في كيلو لبن. يعني احنا هناخد كيلو لبن دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر. بنحط عليه كيلو اللبن وهنسويه وهنرجع لكم تاني. بصوا يا جماعة، احنا ولعنا عليه. هنحط كيلو اللبن التاني وهنخليه على نار ايه، هاديه خالص خالص لحد ما يستوي، وهرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، في خطوه هنعملها مع بعض. بكيس الكريم مش هنسيه، هنفضيه هنا مع سكر بودره، سكر مطحون، وكوبايه لبن تكون في الفريزر. هنحطهم مع بعض. بصوا احنا هنحطهم مع بعض، بس احنا هنحطهم في الكبه علشان انا عندي الشاشه بتاع الخلاط مرضاش يشتغل. بصوا، ده لبن نيدو بيتحط مع الكريمه، بتبقى تحفه. هتقولي هتعملي ايه بالكريمه؟ هقول لكم يا جماعه دلوقتي. هنضربهم جامد لحد ما تبقى كريمي معايا. بصوا يا جماعه، كده الرز بتاعنا استوى ما شاء الله. هنعمل بقى خطوه مع بعض مهمه. بصوا دي الكريم شانتيه في الكبه. بصوا شكله. هنحط هنا من الرز ده 4 3، يعني حسب المعلقه ما بتاخد كده. وهنضرب كل الكلام ده. هنكسر الرز اللي احنا حطيناه ده، هنفرمه بحيث ان احنا هنتقل الرز وهيدي طعم احلى. لما نعمل الخطوه دي جربوها، تحفه تحفه يا جماعه. بنفضي الخليط ده كله، الكريم الجانتيه على شويه الرز، بنفضيه كل الكلام ده وهنقلب. بصوا بتتخن يا جماعه ما شاء الله. في اللحظه دي هنحط اللبن بخيره. كل ده احنا لسه ما حطيناش نشا ولا اي حاجه. هنسيبه ايه مع بعض شويه. بصوا يا جماعه، احنا هنحط الفانيليا والسكر. السكر انا اخدت نص كيس، هنحط بقيت ايه، كيس الا ربع، ولو عوزنا تاني هنحط. هنشوف سكره الاول، بعد كده هنحط الفانيليا
حسب ما انت عايزه تحطي، 2 3 3 اكياس 4 اكياس، حسب ما ايه انت بتحبي الفانيليا ايه. الكيس ده انا بحس انه صغير قوي يا جماعه، عشان كده انا جايبه 6 اكياس هحطهم. بصوا يا جماعه الرز هنا استوى، عندي قشطه هنحط منها يعني معلقتين مثلا. بصوا القشطه دي بتفرق في الرز بلبن. اعملوه بطريقتي يا جماعه واكتبوا لي وقولوا لي ايه رايكم. انا ما بحطش القشطه غير في الاخر حاجه، ليه؟ علشان تكون دابت. اخر حاجه ما هحط فيه كده وهحط النشا. بس الرز ما شاء الله ولا معجن ولا مستوي، يعني ايه، الرزية ماسكه نفسها ما شاء الله ومستويه وجميل. بس يا جماعه خلاص احنا كده ان شاء الله هنحط النشا. ده لبن بنشا، لبن. دي بقى اللي هيربط الرز، يعني هو ما شاء الله تخين بس هيربط الرز بقى اخر مرحله. هنعبي مع بعض بقى وهوريكم ايه. بصوا سمكه ما شاء الله. بصوا يا جماعه هنكون هنا غاسلين الاطباق كلها، عشان انا الاطباق دي ببقى راكناها في رمضان مناسبة مش عارفة ايه كده. هنشفها كلها، مناديل المطبخ نضيفة. بصوا بسم الله ما شاء الله. وادي الايه، الرز بلبن ما شاء الله اتعمل معانا. بصوا هنغرف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلص الكمية كلها وهرجع لكم. وكده يا جماعة خلصنا الرز بلبن بتاعنا. وبصوا ما شاء الله عمل قد ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله. كده ما تنسوناش في الاشتراك يا جماعة وتفعلوا زر الجرس و... وما تنسوناش بقى ايه في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.